اليوم قصة المرأة التي خدعت فولدت أفعى. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة. في قديم الزمان، في قرية بعيدة بين الجبال والوديان، عاش رجل طيب يدعى حسن. كان حسن رجلا صالحا يحب الخير للجميع، لكنه كان يحب زوجته ليلى حبا عظيما، لأنها كانت طيبة القلب وحنونة. كان لحسن 7 إخوة، وكل واحد منهم متزوج من امرأة، لكن هؤلاء النساء كن غيارات من ليل، لأن حسن كان دائما يعاملها بحب واحترام. أما هن فكن ممتلئات بالحقد والحسد، فكرن ليلى وبدأنا في التخطيط لإيذائها. مرت الأيام، وبعد سنوات طويلة جاء الخبر السعيد: ليلى حامل. فرح حسن كثيرا، وانتشرت البشرى في كل أنحاء القرية. لكن هذا الخبر لم يكن سعيدا لنساء الإخوة، فقد ازدادت غيرتهن وحقدهن، وقررن أن يفعلن شيئا لمنع ليلى من السعادة. عندما جاء يوم الولادة، كانت ليلى في ألم شديد، وكانت النساء 7 حولها، وهن يبتسمن ابتسامة خبيثة. وما إن ولدت ليلى حتى استبدلت النساء طفلها الصغير بأفعى سوداء. وعندما رأى القابلة الأفعى، صرخت بصوت عال: يا أهل القرية! يا أهل القرية! ليلى لم تلد طفلا، بل ولدت أفعى. سمع حسن الخبر وشعر بالصدمة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ركض إلى زوجته، لكن النساء 7 وقفن أمامه، وقالت إحداهن: انظر بنفسك، هذه ليست امرأة طبيعية، لقد ولدت أفعى، إنها مسحورة. كان حسن في حيرة، لم يصدق ما يراه، لكن أهل القرية بدأوا يتهامسون، وازدادت الشائعات. في النهاية أجبر حسن زوجته على مغادرة البيت، وهي تبكي وتصرخ: أنا بريئة، هذا ليس طفلي، أقسم لكم. لكن لم يستمع إليها أحد، ورحلت ليلى إلى الغابة وحيدة وحزينة. مرت الأيام، وكبرت الأفعى التي ولدت في بيت حسن. لكن الغريب أنها لم تكن كأي أفعى أخرى، فقد كانت تفهم كلام البشر، وتتصرف بذكاء غير طبيعي. وفي إحدى الليالي، تسلل أحد الإخوة إلى الغرفة التي كانت تعيش فيها الأفعى، وأراد قتلها. لكن قبل أن يضربها، تحدثت الأفعى بصوت بشري: لا تفعل، أنا لست مجرد أفعى، أنا ابن ليلى الحقيقية. تراجع الرجل مرتعبا، وركض ليخبر إخوته وحسن. وعندما اجتمعوا جميعا، ظهرت لهم الأفعى وقالت: لقد خدعتكم نساؤكم، استبدلنني عند الولادة، وطردن أمي ظلما. تفاجأ حسن، وبدأ يشك في الأمر، فذهب مع إخوته إلى نسائهم وسألهن بصرامة: قولوا الحقيقة، هل ما يقوله هذا المخلوق صحيح؟ لكن النساء كذبن، وقالت إحداهن: كيف تصدق أفعى؟ هذه مجرد لعنة. لكن الأفعى نظرت إليهن بحدة، وقالت: إن لم تصدقوني، فاسألوا القابلة التي كانت في الغرفة يوم الولادة. تم استدعاء القابلة العجوز، التي كانت خائفة جدا من النساء 7. وعندما سألها حسن، بكت وقالت: أقسم أن ليلى ولدت طفلا جميلا، لكن هؤلاء الشريرات استبدلنه بأفعى. هنا انفجر الغضب في قلب حسن، وعرف الحقيقة أخيرا. ركض إلى الغابة ليبحث عن ليل، وعندما وجدها سقط على ركبتيه أمامها وقال: سامحيني، كنت أحمقا، لقد خدعوني. بكت ليل، لكنها غفرت له، وعادت معه إلى البيت. أما النساء 7 فقد تم نفيهن من القرية، وتلقين عقابهن على ما فعلن. أما الأفعى فقد انقلبت إلى شاب وسيم بعدما زالت اللعنة، وعاش مع والديه سعيدا للأبد. العبرة من القصة: الشر لا يدوم، والحقيقة تنكشف مهما طال الزمن.
الغيرة والحسد قد يدفعان الناس إلى ارتكاب أفعال شريرة، لكنهم سيدفعون الثمن في النهاية. الحب الحقيقي والمسامحة أقوى من أي خداع.